مساكم الله بالخير وحياكم الله. اليوم فطورنا برعاية مطبخ الغواص، مطعم ومطبخ الغواص. طبعا هذا من السيرفيس اللي مقدمينه، وهذه الطبقات الحين بنفتحها لكم وبتشوفون شو محتوى هالصينية. يلا ابو خالد، بسم الله. هاي الخبايا الحين بنبطلها لكم. 4 طبقات مع صوص ومالح. الريحة بس تكفي ابو خالد، صح؟ اوه، هي شيء عجيب يعني. نجرب. طبعا انا وسخ دمي يحط ايدي، بس عادي الامور طيبة. يلا يوعاني نجرب. مم. والله الريحة ولا غلطة. بالعافية بالعافية. طبعا احنا بنجرب ابو خالد، وعقب بنتكلم عن مطعم الغواص وتجربتنا مع الطبخة. يا جماعة هذا أكثر عن 7 أشخاص يأكلونه. أنا أخذت على أساس إنه 7 أشخاص بس، ما شاء الله أتوقع 10 على البراد يأكلون شو اسمه. أيوة بالعافية علينا، بالعافية. محبين المالح، شوف المالح هني اشتغل عدل. أهم شيء هالقرن اللي حاطينه هذا، لأن أنا ما أداني. من يحطك؟ طبعا تستقصدني مخالد فيه. المهم هذا كان عد، وأشكال أنواع نغر مسوين والربيان، وهذا شكله سمن. بنجرب العيش. هذا شكله سمن، أو بنفتحه عقب بنشوفه. العيش لذيذ. يلا الحين بنجرب غايته. حتى الربيان خطير الصراحة. شكرا يا القائمين على مطعم الغواص والشيف اللي توصى فينا. صراحة عرض ولا أروع صراحة. يعطيكم بس على العافية. فكرة مثل ما قالت صاحبة المطعم، جربوا واعطوني رايكم، بس الصراحة روعة. وعلى فكرة تشوفون هالصينية هاي أو 4 صواني الطبقات هذه 400 درهم بس. تصوروا وهي قالت، وتخيلوا 400 درهم. شو قالت هي؟ قالت قارنوا الأسعار بالسوق وبتعرفون إن في فرق بين خدماتنا وأسعارنا، وهذا فعلا هذا الشيء نشوفه بعيننا. يلا بالعافية علينا، وبالتوفيق. بنصلي ونكمل وجبتنا إن شاء الله.